Convenience store last week. Authorities say 16-year-old Ahmed Al-Malhali stabbed his father over 40 times inside the one-stop. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاءتنا فاجعة من ولد يمني عمره 17 سنة يختبئ الصباح لأبوه وسط المحل. لما جاء أبوه فتح المحل وباشر بطعنات بالظهر 42 أو 41 طعنة لما فارق الحياة. والولد هذا عمره 17 سنة قام غير ملابسه وأخذ السكين وزاد فك الرقسته وسرق الفلوس علشان يظنوا الشرطة أنه رابري، وراح المدرسة بعدها وضرب الأغراض بالزبالة قريب المدرسة. وبعدها لما سألوها الشرطة قال أنه كان بالمدرسة، وبعدها مسكوه وغير أقواله ودي الصدق أنه طعون أبوه وأنه موت أبوه وأخفى أداة الجريمة ونظف بمعقم وضربهم بالزبالة حق المدرسة مع الفيديو حق الكاميرات. لذا نشتي ننبه من الآباء اليمنيين. احنا اليمنيين اعتقد اكثر المجتمعات العربية تركيزا على المال، الإهمال بتربية الأطفال والتركيز على المال. المال بيزول وصحتك بيزول وكل شيء زائل إلا الابن. ابن صالح يدعو لك ولا يعمل حاجة لك بعد موتك. تمام. لذا ركزوا على تربية العيال مع جمع المال. ما قلناش لا تجمعوش المال، جمع بس لا تخل جمع المال يخليك تقصر بتربية عيالك. كل يوم نسمع قصة، واش يقول لكم ان الجيل هذا قد ألعن جيل بالتاريخ. معانا جيل أعوذ بالله وباع أشياء ما قد سمعتم بها ولا تصدقوها. لذا يا شباب الدين النصيحة، تناصحوا بينكم البين ونربي عيالنا